رمضان أشرف الشهور وأيامه أحلى الأيام، يأتي بعد شوق ويفد بعد طول فراق، يصلح الله بمقدمه القلوب ويغفر بزيارته الذنوب ويستر بوصوله العيوب. فحي هلا وسهلا بشهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر الرحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. شهر المغفرة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شهر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شهر العتق من النيران، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شهر فيه ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. المختارات الرمضانية، مجموعة من الدروس والمحاضرات المنتقى بعناية بمناسبة قدوم الضيف الكريم. المختارات الرمضانية يشارك فيها مجموعة من المشايخ الفضلاء. المختارات الرمضانية لأئمة المساجد والخطباء والجمعيات الخيرية وفاعل الخير. المختارات الرمضانية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم في بداية هذا المجلس أن يجزي الأستاذ أحمد كل خير تسبب في هذا اللقاء، وأسأله أن يجعله في ميزان حسنات الجميع. وإن كان لي من كلمة، فإن الإنسان في هذه الأيام المباركة يعيش شعورا عجيبا. هذا الشعور يحركه دافع الإيمان ويدعوه إلى الزيادة الطمع في مغفرة الرحمن. هذا الشعور يقوم على طمع في رحمة الله وحسن ظن بالله تبارك وتعالى أن يبلغه أياما مباركة ومواسم جليلة جعلها الله تبارك وتعالى سببا في رحمته ووسيلة لعفوه ومغفرته، ألا وهي أيام رمضان المباركات. فما خرج شهر رمضان على مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه يتفطر حزنا على فراقه، فليس هناك أحب إلى القلوب من زمان يقرب من الله علام الغيوب، وليس هناك أيام وليالي أحب إلى المؤمن ولا أكثر فضلا ولا خيرا على المؤمن من أيام وليال تقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقد كان لشهر رمضان حظ كبير في ذلك كله، ففيه الصيام وفيه القيام وفيه تلاوة القرآن وفيه الإحسان إلى الضعفاء وتفقد البائسين والمحتاجين والأرامل والأيتام، فيه الخيرات وفيه غفران السيئات ورفعة الدرجات،
وفيه ما غاب من فضل الله ما هو أكثر من ذلك وأكثر، ففضل الله بلا حدود وليس له قيود، يعطيه من يشاء والله واسع عليم. نعيش في هذه الأيام شوقا وحنينا إلى لقاء رمضان، لعلمنا جميعا بأن الله أحب هذا الشهر فنحب هذا الشهر الذي يحبه الله، ولعلمنا جميعا بأن هذا الشهر سبب في رحمة الله وسبب في مغفرة الله، فكل مؤمن وكل مؤمنة تطمع في لقاء هذا الشهر حتى يغفر الله الذنب ويمحو الخطيئة ويتجاوز عن السيئة، اللهم آمين. وإن كان هذا الشعور في قلب المؤمن فإننا نحسن الظن بالله عز وجل أن يبلغنا أيامه ولياليه، وأن يجعلنا من أحظ العباد فيه في كل رحمة وكل نعمة وكل خير وبركة، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، فإن الساعات واللحظات إما حجة على الإنسان أو حجة عليه، فكيف بالأيام والأسابيع والشهور؟ لذلك أحبتي في الله كل إنسان يتساءل كيف لقاء رمضان، وما هي الطريقة المثلى لبلوغ أفضل المراتب في رمضان؟ أول ما ينبغي للإنسان أن تكون عنده عزيمة على الخير. أول ما يوصى به المؤمن قبل دخول رمضان أن تكون عنده همة صادقة وعزيمة صادقة بينه وبين الله عز وجل، يعاهد الله في قلبه على أنه إذا جاءت أيام رمضان ولياليه أن يتخذها وسيلة لمحبة الله وطريقا إلى رحمة الله وسببا في الوصول إلى مغفرة الله. فالعزيمة هي أساس كل خير ومنبع كل فضل، ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من دعائه المأثور أنه قال: وأسألك العزيمة على الرشد. أول ما يوصى به الإنسان أن تكون عنده عزيمة على الرشد، وأن يعقد العزم على اتخاذ هذا الشهر وسيلة لمحبة الله وطاعة الله. أما الأمر الثاني الصيام صيامان: صيام كامل وصيام ناقص. الصيام الكامل حفظ الإنسان لنفسه وجوارحه عن شهوة الطعام والبطن والفرج، وكذلك أيضا حفظ الجوارح عن حدود الله ومحارم الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن كان صائما لله حقا صامت جوارحه عن حدود الله ومحارم الله، صام لسانه عن الغيبة، وصام لسانه عن النميمة، وصان لسانه عما لا يرضي الله من السب والشتم. ولذلك شرع للصائم إذا سابه أحد أو شاتمه أن يقول: اللهم إني امرؤ صائم، اللهم إني صائم. وفي الرواية الأخرى: اللهم إني صائم، إني امرؤ صائم. كل ذلك لكي يذكر نفسه بأنه في عبودية الله وفي عبادة الله عز وجل. كثير منا يعلم أن الصائم لا ينبغي له أن يتحدث في الأمور التي لا ينبغي الحديث فيها، ولكن قليل من يلتزم بذلك، وقليل منا من يحفظ نفسه عند الغضب عن إصابة حدود الله عز وجل. ولذلك ليس المهم أن نسمع الكلمة، ولكن المهم أن نطبق، والأهم أن نلتزم، والأهم أن نمتثل، وإلا كانت حجة لنا لا حجة علينا لا حجة لنا. فالمهم أن الإنسان يبتعد قدر استطاعته في صيامه عن إصابة حدود الله عز وجل، وأن يستشعر في كل لحظة من لحظاته أنه صائم لله عز وجل. طوبى لعبد صام لله لسانه، وصام لله سمعه وبصره وجوارحه، وطوبى لعبد ختم الله شهره وهو من أكمل الناس صياما، وكذلك أكملهم قياما. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. أما الوصية الثالثة فالصيام مدرسة تذكر بطاعة الله عز وجل. أولا، إذا أصاب الإنسان الظمأ وأصابه الجوع والعطش
تذكر أمورا تعينه على طاعة الله ومرضاة الله. أول هذه الأمور أنه إذا أصيب أنه إذا ظمئ أو عطش تذكر بالظمأ نعمة الله عز وجل عليه بالعافية. ولذلك كم من أناس في العز والغنى وفي النعمة وفي الخير الكثير، ولكن يشاء الله تبارك وتعالى لهم، ولكن يشاء الله عز وجل أن يحرمهم هذه النعمة وأن يسلبهم هذه النعمة. فكم من غني لم يتمتع بغناه، وكم من غني توضع أمامه ألوان الطعام وأصناف الشراب لا يستطيع أن يصيب إلا شيئا يسيرا منها. وكم من مريض وسقيم، فمن صام لله عز وجل تذكر العافية وتذكر المريض الذي هو محمي عن طعامه وشرابه. فأول ما يلهج به الصائم أن الحمد لله على العافية، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. أما الأمر الثاني الذي يذكر به الصيام ويعين به على طاعة الله عز وجل، فإن الصائم يتذكر إخوانه البائسين، يتذكر الأيتام والمحتاجين، يتذكر إخوانه البائسين والمحرومين. فالصيام يكسر قلبه ويرق قلبه لكي يكون حليما رحيما بعباد الله، فيرحم خلق الله بالإحسان إليهم وكذلك ببذل المعروف إليهم. فقد يحرك الصيام من الإنسان الجود والسخاء لوجه الله عز وجل. فكم من صائم تذكر أهل الجوع والظمأ بصيامه ودعاه الصيام إلى الإنفاق لوجه الله واحتساب الأجر عند الله عز وجل. كذلك أيضا مما يذكر به الصيام أن الإنسان إذا ظمئ لوجه الله وعطش لوجه الله وخوت أمعاؤه وأحشاؤه لله وفي الله، كان ذلك مدرسة الصبر وفيه إعانة على الصبر على طاعة الله. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله فيما معنى كلامه: إن الله تعالى يعود عبده المؤمن الصبر على شيئين بالصيام: الصبر على طاعة الله في صبره على صيامه، والصبر عن محارم الله في صبره عن شهوته. فإذا كان الإنسان قد مرت عليه 30 يوما وهو بهذه الحالة، كان ذلك أدعى إلى تقوية وازع الإيمان في قلبه، بأن يكون صبورا على طاعة الله، صبورا عن محارم الله وحدود الله. وأما الأمر الرابع الذي يذكر به الصيام فأمر عظيم ما تذكره إنسان إلا أعانه الله على خير الدنيا والآخرة. هذا الأمر الذي يحتاجه المؤمن دائما، والذي قد تلهيه عنه مشاغل الدنيا وقد تنسيه إياه فتن الدنيا، ألا وهو الآخرة. فإن الإنسان إذا ظمئ وإذا جاع وعطش تذكر ظمأ يوم الدين، وتذكر الناس وهم حفاة عراة غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم، لا ساقي لهم إلا الله، ولا مزيل لذلك الظمأ في ذلك اليوم إلا الله عز وجل. فذلك أدعى أن يتذكر أخراه، وأدعى أن يحسن العمل في أولاه. هذه من الأمور التي يستفيدها المؤمن من صيامه لله عز وجل. وفي الصيام وفي شهر رمضان ثمرات أخرى يجنيها المؤمن، منها قيام الليل، وله حلاوة على المؤمن وطلاوة في قلب المؤمن، لأن قيام الليل هو شأن الصالحين ودأب عباد الله المتقين. ولذلك ذكرهم الله عز وجل في كتابه المبين، فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فقيام الليل في رمضان يعين الإنسان على قيام الليل في غير رمضان، وإنها لمن أشرف الساعات حينما يتشرف الإنسان بسماع كلام الله في بيوت الله مع عباد الله، فيأنس بالأخيار ويأنس بالصالحين، وترى تلك المجالس الطيبة المباركة تجتمع فيها قلوب المؤمنين، وتتآلف فيها على طاعة رب العالمين في عبادة الليل وقيام الليل. فعبادة الليل من أشرف العبادات ومن أحبها إلى الله تبارك وتعالى، لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يحرص على المحافظة عليها إلا من يرجو رحمة الله عز وجل ورضوان الله.